السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي انزلوا دوسوا على اللايك ودوسوا على الاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش صلوا على النبي في الكومنتات علشان خاطر تاخدوا حسنات واخد انا كمان معاكم. تعالوا نشوف الفيديو النهاردة، فيديو جميل خالص خالص. هنعمل الفلفل وهنعمل البتنجان، هتاكلي منه تاني يوم على طول، مش هتستني ان انت تقعدي اسبوع 10 ايام. لا، انا بوعدك ان شاء الله باذن الله المخلل اللي هنعمله مع بعض هناكله منه تاني يوم على طول. لو كنت انت مستعجلة عايزة تعملي شوية فلفل، عايزة تعملي شوية بتنجان، عايزة تعملي أي حاجة كده تاكليها جنب الأكل من أنواع المخللات، أنا هاقول لِك تعملي إيه. وتعالوا نشوف الفيديو ونمشي مع بعض خطوة بخطوة بإذن الله. أنا هنا طبعًا حطيت حلة مَيّة وحطيت فيها معلقة ملح وخليتها تغلي معايا، وكمان زي ما أنتم شايفين أنا باسلق الفلفل بتاعي، وكمان باسلق الفلفل ما باخلّيهوش يتهري معايا خالص، لإن لمّا باطلّعه من على المَيّة طبعًا بياخد يعني إيه برضه بيزيد في السخونية إن هو يطرى معايا شوية كمان. أنا هنا زي ما أنتم شايفين عملت معايا فلفل الرومي اللي هو بتاع المحشي العادي، وعملت فلفل حامي معايا كمان. سلقتهم مع بعض. أول حاجة أنا باسلقها الفلفل يا جماعة، ما باسلقش البتنجان وبعدين الفلفل. ليه؟ لإن البتنجان مَيّته بتسود وما ينفعش إن أنا أسلق وراه حاجة يعني. طبعًا عندي هنا كام بتنجانة وطبعًا سلقتهم. طبعًا وقت البتنجان بيستلق أكتر من الفلفل، لإن الفلفل طبعًا خفيف فما بياخدش معايا وقت. زي ما أنتم شايفين يا دوبك خدت معايا 10 دقايق على النار البتنجان يعني. باحط كده إيدي كده يعني باشوفها كده باعمل لها اختبار وبالاقيها ما شاء الله كده طريت معايا خالص. وكده خلاص أنا كده باطلّعها من على النار خالص وباسيبها تبرد معايا شوية. طبعًا الفلفل يا حبايبي ما بياخدش يمكن 3 دقايق على النار، ما فيش يعني. باشُقّها كده نُصّين، بافتحها كده نُصّين وباخلّيها كده حوالي على 4 شرايح، وبعدين بارُصّهم في البرطمان. البرطمان طبعًا غاسلاه ومعقّماه طبعًا. زي ما أنتم شايفين بارُصّه كده، باخلّي البتنجان وحده والفلفل وحده، برضه عشان خاطر الفلفل ما يسوّدش معايا، فما ينفعش إن أنا أحُط معاه الفلفل يعني. في ناس بتحط معاه عادي الفلفل بس ما فيش مشكلة، بس بيدّيكِ سواد شوية، فأنتِ عشان تحافظي على اللون خلّيه لوحديه أحسن. رصيت هنا عندي البتنجان وطبعًا عندي هنا الفلفل برضه. ولو حابة أنتِ تاكلي من البتنجان في نفس اليوم هتجيبي تومة وليمونة وخل وبعدين تحطيهم فيه كده وتاكليه على طول من غير ما تخلّيه أصلًا في المَيّة والملح. عندي هنا محلول المَيّة والملح، وحطيت شوية طبعًا اللي هي زعفر وحبة البركة بس مش كتير. وزي ما أنتم شايفين أنا ضبطت الملح بتاعه وحطيت كمان ورق اللورا كده من فوق. وكده خلاص يعني الوصفة معانا سهلة خالص ومش هتاخد معاكِ وقت نهائي. بس كده وهتاكلوا منه تاني يوم بإذن الله. وزي ما قلت لكم لو حابة ان انت تاكلي منه في نفس اليوم هو هتاكلي منه تاني يوم يعني. لو حابة تاكلي في نفس اليوم زي ما قلت لك شوية يعني فصين 3 توم كده هنهرسهم ونحط عليهم شوية ليمون شوية خل وشوية ملح وعلى طول هنحطهم كده على الفلفل بتاع البتنجان وهناكل منه على طول. عندي هنا اهو تاني يوم يعني بسم الله ما شاء الله. يعني زي ما أنتم شايفين اللون ده بيقعد معايا لآخر حتة يعني لآخر زي ما بيقولوا لآخر فلفلاية. بس يعني أديكم شايفين اللون ما شاء الله ما اتغيرش خالص والحاجة مستوية وطيبة خالص يعني. صلوا على النبي يا جماعة في الكومنتات سيبولي تعليق حلو واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد بإذن الله. هننزل وصفات سهلة وبسيطة وغير مكلفة. طبعا هنا هنطلع البتنجان معانا
يعني بسم الله ما شاء الله، شايفين البتنجان لا سوّد معانا ولا أي حاجة، يعني ما تقوليش هيسوّد معاكِ ولا حاجة، هيسوّد في حالة واحدة لو أنتِ مثلًا مش مسوياه كويس، أو في نوعية من أنواع البتنجان ده بيسوّد وحده يعني. فأنتِ ممكن تحطّي كمان فصّين 3 توم في المَيّة، بس أنا ما حطيتش يعني. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني أديكم شايفين النتيجة ما شاء الله يعني، والحاجة مستوية خالص وطعمها حلو خالص، جربوها ومش هتندم يعني. لو انت حابة ان ياخد معاكي وقت اكتر من كده، طبعا مش هتسلقيه زيادة، انا بسلقه زيادة علشان خاطر يعني ايه اكل منه على طول. لكن لو انت مثلا عايزاه يقعد معاكي شوية، فمش تسلقيه الوقت ده كله، يعني يا دوبك يبقى معاكي نص سلقة كده وخلاص. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدت منه حتى لو بحاجة بسيطة. ما تنسنيش باللايك، وما تنسيش الاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. وكده وصلنا لنهاية الفيديو، انتظروني في فيديو جديد، وباي باي.